ما عندوش شي نفس، ما عندوش شي قلب حنين، ما عنده حتى شي حاجه. مشطب من هذا الراجل كل شيء. هذا هي الحبس، واخا هو مطلوق غير تاع الحبس. اشنو غنقول لها؟ نقول لها ما عرفتش، نقول لها حلال ما عرفتش الصراحه. يا السلام عليكم، كي دايرين؟ ياك لاباس المشاهدين؟ كي دايره صحتكم؟ نتمنى الله يلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله. واليوم جيت نعاود واحد القصه اللي اثرت فيا بزاف، ديرت واحد السيده اللي عانت واحد المعاناه كثر وقيله من تيبان لي انا كثير بزاف داكشي اللي داز على ديك السيده. هاد السيده مسكينه، واحد الانسانه اللي كانت فقيره وكانت متخلقه وكانت صابره في داك الفقر كاع اللي تتعيش فيه، وكانت تتشوفها ديما ضاحكه، واخا رغم داك الشيء اللي تتشوفها فيه. الا شتي داك الشيء اللي هي عايشه فيه تتقولي مع راسك انت هذاك الشيء ما نقدرش عليه، ما نقدرش نعيش هذاك الشيء. ولكن ملي تتقربي لها تتلقاها بحال ما حساش به، ولا مسكينه صابره فيه، ولا قانعه. كاين الانسان تيكون قانع، نيت تيكون قانع بحال هكا. كان عندها جوج بنات صغار، وحده عندها مثلا ديك 5 سنين، وحده ديك الكبيره كانت عندها 7 سنين، وحده كانت رضيعه. واحد النهار فجأة داك الراجل خرج وما بقاش جا، بقات مسكينه كتقلب على هذا السيد وتتبحث عليه. ما خلات كوميساريه ذكرات به، ما خلات فين مشات، ما خلات فين مشات، قلبات عليه. تولاو الناس شي تيقول لها راه واقيلا لا هرب، شي تيقول لها واقيلا لا. ملي وصلت واحد العام، من داك العام هكاك ونص، بدات تقول مع راسها قول لا راه هذا السيد واقيلا لا قتل شي حد، لا مات ولا تيقول لها الناس خصك تمشي للحبس، تمشي دير الكفه، ولا تمشي تقدر دير الكفه ودير سميتو، وتدخل عند المساجين ديك الكفه باش يعيطوا البوليس بالسميات يخرج لها داك السيد اللي كيكون داك الحريص. تيقول لها راه هاد السميه ما كايناش. مشات تتقلب في السبيطارات، فين ما خلات، فين قلبت قاد لها الجهد ديالها. بقات تتبكي، وكل ساعه تتقول بان هاد السيد ما يمكنش ليه يتخلى عليا. انا اللي كنعرف هاد الراجل، انا تنعرفو. ملي تيقول لها الناس كاع تيكثروا عليها، تيقول لها واقيلا لا، تتقول لهم لا، هاد السيد كل ما طرات ليه شي حاجه ما يمكنش يمشي لشي بلاصه. وعاشوا دوك البنات واحد العذاب شديد. ديك البنت اللي عندها 7 سنين كانت تمشي تخدم عند واحد الناس كانوا حدا الدار، تيزيدوها الماعن وكنحل بارد في الشتاء، كيزيدوها الماعن ويزيدوها التشفاف ويزيدوها التسياق، وتيبطى عليها غير انت يعطيوها داك شويه ديال الغدا باش تجيبو ما تتغداش به. تتقول لهم بغيت نمشي ندي عند امي، وكتجي تجري تجيبو لامها وخوتها غير شويه، ماشي شي ماكله حتى اللي تصور على الانسان اش بيعطي. غادي يعطيك واحد شويه اللي تاكلي انتيا. هذوك الناس تا هما تيشوفوا بنتي صغيره ماشي بنتي ما كيرحمهاش، ماشي زعما شي. تجيب هذاك شويه تجري به لامها، وما كانت هي اللي مريضه بها، كانت مريضه ديالها، كانت مريضه. وهي هذيك بقات ديما عاشت في داك المحاين كلهم دوزاتهم، وتتقلب. صافي بدات تتقطع الياس، قالت صافي هذا السيد يمكن ما باقاش غادي يجي. ونوبه تقول لك انا حاسه به بالله راه باقي عايش. اللي كتهضري معاك وتبداي تتكلم معاه تقول لك لا، انا كنحس به في الداخل ديالي بالله راجلي راه ما ميتش. واخا تيقولوا لي الناس وتيقنعوني وتيقولوا لي راه مات، تقول لي انا تنحس به ما ميتش. شوف شنو اللي واقع ليه، وديما تدعي ليه باش يجي، وديما تتقلب ليه باش يجي، وديما تدي. ولكن هذوك الوليدات عاشوا واحد الجوع اللي ما عاشوش شي حد. الا مثلا كانوا اليوم قسما بالله ما تيلقاوش باش ياكلوا، وبصح لحقاش هاد القصه انا عشتها وبصح مع هاد الناس. واخا تعاوني الانسان حتى هو فقير ما كتوصلش، ما كتقدريش توفري ليه داكشي اللي يقدر تعطيه، اللي تقدري توفري ليه شي حاجه كثيره. الانسان حتى هو ضعيف، وبقات هاد الحاله ديال الانسان ما تيلقى فيها لا عائله لا جيران لا حتى شي حد، تيكون فيها بوحدو. هاد المعركه هادي تتسمى معركه، تيكون بوحدو تيتعارك فيها.
بقات هكاك عايشه ديما، قطعت الياس، ولات مسكينه تتخرج تمشي تبيع شي حاجه في الزنقه في شي سوق، تتمشي دارت الخضره تتمشي، ولكن هي مريضه ما قداش على داكشي، تجيب لك الخضيره من المارشي وتيركبوها الناس معاهم يفابور، وتتمشي مسكينه تجيب لك الخضيره وتدير داك العريمات وتجيب دوك الاولاد وهي مكرسه مع دوك الاولاد. ولكن باقا في نظريتها بان هذاك السيد ملي كتجي تهضري معاه وتتقرب ليه تقول لك لا هو ما ميتش، انا حاسه به الداخل ديالي ما ميت. ولا تقول حتى هي مع راسها بلا هذا السيد ملي تجلس تقول لك لا راجلي ما يجلس وقيله مات. دخلت لها الضرب، ما عرفت تقول بالله راه باقي حي داكشي تتحس به، ما بقاتش عرفت داكشي اللي تشوف. هذا السيد خرج فات عام ديال الغبره. بزاف على الانسان يكون في شي حاجه شداته، بزاف على الانسان يكون مثلا تشد شنو غادي يدير كاع. وبقات هكا ديما تبقى تقول. وهذيك البنت مسكينه اللي تترضع، هذيك السيده ما بقاش فيها حتى اللي ما ترضع ديك البنت، قسما بالله لولا تتعمر لها القرعه بالماء وتدير لها فيه السكر. واحد الازمه زعما ما نقولش، ولكن هي ديما هاد السيده تتقول لك هذاك الراجل طيب، وهذاك الراجل ما يمكنش يخلي بنات ويخليني لحظه وحده، زعما ما يمكنش. ديما مسكينه عاشت واحد الحزن والبكاء، وديما مسكينه ما تتشكيش بزاف على الناس من داكشي اللي دار لداخل بداك الجوع، ولا عطشت تهضر هي على داك السيد كيفاش شنو اللي طاري ليه، شنو اللي وقع ليه، كيفاش طرا ليه، وقيله لا وقع ليه، وقيله هي هذه هضرت. ولكن ما تهضرش على المعاناه اللي تتعيش، الجوع والعطش وقله الحوايج وقله البرد وتماره، والصباح بكري الانسان دابا يمشي للمارشي راه 4 اللي خصو يخرج تيدلفق ما بين عباد الله باش يوصل للمارشي يجيب ديك الخضيره ويهز الثقل. ماشي ساهل، تيكون صعيب شويه، ماشي ساهله. ولكن هي كاع من داك الشيء داك السيد هي شاكه فيه بان راجل طيب، وراه ما يمكنش ليه يمشي ويتخلى عليها، وما يمكنش ليه يجلس هاد العامين ونص كامله وما يجيش. تتقول لك بعد الخطرات انت تقربي تتقول لك انا راسي يقول لي باقي حي، ولكن راسي يقول لي انا بديت نفقد الامان، من راجلي. ما تخاصمنا، ما بيناتنا شي حاجه اللي تخليه يخرج وما يرجعش، ما بيني وبينه حتى شي حاجه. فطرنا جلسنا، خرج في العشيه، الليل ما جاش. هذه هي القصه اللي بقات تتعاود ديما. شويه داك الدواء اللي كانت تشري واحد الفانيز، كانت تشري على حساب داك المال اللي في كرشها، ما بقاش عندها باش تشريه صافي. ومسكينه مني كانت ديك الساعه كان عندها شويه كتدور الحركه، كانت تشري الفانيز باش تشربوا على ديك الكرش ديالها اللي عندها الماء في الكرش. ولكن مع مرور راجلها مشى وبقاو لها الاولاد، قطعات هذاك الفانيز ما بقاش تشري، ما بقى عندها باش تشريه، وهذيك الكرش كبرات بداك الماء. ولكن الناس ما كيرحموش، ما قالوش راه داك الماء بداو الناس تعاود عليها بالله راه راجلها مشى اختفى، ولكن هي راه ولات حامله. تتقول لك ما بقاش فيا، الناس تيلوموني على هذا الكرش، انا هزه مرض وما تيقول لي راني حامله بانني خنت الراجل ديالي هو ما كاينش، وما عرفتوش واش ميت ولا حي، وراني خرجت لي الكرش، والناس هذا الشيء ولاو تيعاودوا عليا. ولا زادت ديك الدقه اللي واخده زادت على دقه اخرى، ما بقاتش عندها دقه واحده، ما بقاتش هي داكشي اللي تتعيش فيه. والالم ديال المجتمع اللي تيلوم عليها في واحد الحاجه اللي هي ما كايناش فيها في حقها، وهي ماشي ديال هذاك الشيء كاع نهائيا، بقات تتعيش هذاك العذاب. والكرش غادي تافتي ولات بحال عندها شي 8 شهور هكا، ولاو الناس اللي شافها راجل المراه، حتى دوك اللي كانوا تيحنوا فيها في السوق وتيعاونوا على ديك الخضره وتيساعدوا معاها، حتى هما ولا تتبان لهم بحال لا هي دايره شي جريمه، هي ما مزياناش، هي خرجت هي راجلها مشى وهي خرجت مثلا من الزنقه دير الفحشاء وتدير وبقات هكا كاينه، وعاشت هكا كاين حتى لواحد النهار جات واحد الناس اللي كتهضر معاهم مشات تصبن عندهم داكشي، وبقات تعاود ليهم القصه ديالها، تمشي تتصبن الناس، تمشي تحك الناس الماعين، تمشي للبيوت، تمشي مسكينه هادشي اللي ولات تدير الا ما كاينش ديك الخضيره، وبدات تعاود ديك الزيده، وتبقاو داروا مع طعتهم مع ديك الراجل هو ديك المراه ديالو، ولاو تيشريو لها الدواء. وجاو عند داك الفارماسي اللي كاين في السويقه حداهم وقالوا لي عافاك عود عطيها الدواء وحنا قيدوا علينا، ولا تشرب مسكينه ديك الدواء، تتشدو من عند الفارماسيان، ملي ما تقاد عليها تيتقيد على دوك الناس اللي تيتعاطفوا معاها. والكرش بدات تنزل، بدات
تتفش. احنا داك الشيء باش الانسان ما عمره ما يعود يقول هذا فيه ولا حتى بدا يعرف الحقيقه. هذاك التهم بلاش منه. ان بنادم تيشوف شي حاجه ما عارف لا الحقيقه لا حتى شي حاجه، ولكن تيحط واحد الباطل تيتسمى هذاك الباطل تيحط على واحد بنادم ما تيعرفش بلا راه هذاك الانسان غادي يدمر بطنه مدمر ولا غادي يتسبب ليه شي حاجه. راه كاين المرض، كاين بزاف د الحوايج بنادم يعود يتيقن بالله ويعود شو ما بنادم يعود يحط دوك التهم على الناس بحال هكا كاينه، ويبدا يقول هذيك راه حامله، هذيك راه ما هذاك الشيء راه عيب. وهاد الاولاد المساكن ديالها تا هما تكرفصوا بزاف. ملي تكون الام مريضه وما كاينش اللي يجيب المصروف، وتكون المساكن ما عندهم لا ضوء لا ماء ولاو تيسقيوها عند الجيران، ملي جات وقت المدرسه ما عندهاش باش تشري المكتوبه وما عندهاش باش، وحتى الحوايج اللي تيلبسوا البنات باش يمشيو للمدرسه الحقره تيتنمروا عليهم في المدرسه. حين حنا ما تنكونوش في المجتمع ديالنا ما كنهيوش ولادنا ونعلموهم الانسان اللي مريض كيفاش يتعاملوا معاه، والانسان اللي كانوا شويه فقير كيفاش يتعاملوا معاه، تيبينوا لهم ديما هما اللي لابسين هما اللي مقادين. تيبقى الانسان ما تيسوى عندهم والو النهار فاش تيكون يحتاج شي حاجه تيتحقر بزاف. ما باقيش يخليوه لا يقرا لا يدير حتى شي حاجه. بقاو تيمشيو للمدرسه ما بقاو تيقراوش مزيان، ما بقاوش الانسان ما غاديش يقرا هو جيعان، الانسان ما غاديش يقرا هو ما مكسيش، الانسان ما غاديش يقرا الصراحه هو با ما عرفو فين مشى غابر، الانسان ما غاديش يقرا هو تيشوف امو مريضه تتوجع حداه. بزاف د الحوايج اللي خلاو هذوك الاولاد ما قراو حتى شي حاجه، خرجوا بحالاتهم من دوك جوج بنات. اما الاخرى باقا ترضع وباقا صغيره وباقا بدات يلاه تتعلم تمشي تاكل شويه مازال. شكون اللي بيشد هاد البنت الصغيره وشكون اللي بيقدها حتى تمشي مع المارشي تخدم وتجيب الخضره لباب السوق؟ شكون اللي بيعاون هاد الاولاد تشردوا وتكرفصوا واحد التكرفيصه اللي ما عمر شي حد واقيلا شاف بحال هاد التكرفيصه، وما عمر شي حد يقدر يتكرفص بحال دوك البنات يتكرفصوا. والانسان ديما اللي تيبقى تيهضر بزاف وتيبدا يدير على الناس الحقيقه، تيبدا تيعاود عليهم بان شوف كي داير، شوف هذاك اش داير، شوف هذاك. راه تيدي واحد الاثم كبير ما عمره ما يتنساش داك الاثم. بقات هاد البنات ها هما خرجوا من المدرسه، ها هما دمرت لهم حياتهم، ها هما ولاو تيمدوا يديهم على الكومين عندهم مال الحوانت باش يجيو ياكلوه، تيهزوه تيسرقوه، ولاو تيسرقوا الكومير، ولاو تيهزوا الحاجه من عند الناس، ولاو تيتعلموا واحد الحاجه اللي ما يمكنش بنادم يتعلم ليها. ولاو بغاو باش يعيشوا باش ياكلوا تيسرقوا الحاجه باش ياكلوا باش هما ياكلوا. واحد النهاريات قالت لك عرفتي بغيت نعاود لك واحد الحاجه، قلت لها شنو هي؟ قالت لك انا راه تنهز الكومير بناتي تيمشيو يهزوا الكومير عند الحانوت. اشنو غادي نقول لها انا؟ نقول لها حرام ما عرفتش، نقول لها حلال ما عرفتش الصراحه. هي المقتل هي بقات مسكينه عايشه هذاك الماء. واخا هي ما بغاش ولادها يكونوا في هذيك الحاله، ولكن ما سكرت والو. مع السيده مريضه والولاد جيعانين، ما يمكنش تحبسهم. ولا تيخرجوا السويقه اي حاجه بانت عند شي حد تيهزبوها باش ياكلوا. وهذوك البنات مساكن تقساو في المجتمع. علاش الناس ما تتعاونش؟ علاش الجيران ما تيعاونوش؟ هما في وسط هذيك الحومه، ولكن ولاو تيبان الناس شرار حيت كثرت الظلم تيدافعوا على راسهم. هذا الا ضربها غادي تعاود ترد عليه. ملي غادي يجي وغادي تسمعوا دوك الولاد بانهم ما مربيينش، بانهم ما فيهمش الاحترام، حيت كثرت الظلم تتورط الضغط، وتولي بنادم اللي دار لي شي حاجه تا هو تيبي يدافع على راسو. ولكن حنا ما تنتقبلوش بنادم يدافع على راسو. خاصنا بنادم حنايا الا هو محقور، خاصنا حنا واخا نظلموه واخا نديرو ليه شي حاجه خاصو هو ما يهدرش، خاصو هو يبقى ساكت، وهو خاصو غير يمشي مع الحيطه. ولكن وهما ما كانوش بنادم، كان شي حد ديال عايرهم بانهم شوف كي دايرين وكما لابسينش مزيان، تا هما تيردوا على راسهم.
ولكن المجتمع بدا تيقسيهم علاش هما يردوا على راسهم، وعلاش ولاو تيتسموا بان قباح وبانهم هما ياشو ما تيحشموش. عطاهم ثاني من هذاك العذاب، عطاهم سميات اخرين، عطاهم سميات بانهم ما تيحشموش وبانهم قباح وكي دايرين حكوا البام هرب عليهم وحكوا ربي فيهم. بزاف ديال السميات سماو هذوك البنات، وهذا الشيء كله اللي وصلوا لهاد البنات بسبب حيت الناس ما تيتعاونوش، المجتمع ما كاينش والعائلات تكون تتقسي بنادم اللي هو تيكون تطيح في واحد الورطه تتقسيه وتتخلى عليه، وكل الناس تعاونوا بعضياتهم وحنوا على هاد العائله اللي كانوا فيها غير 3 البنيات ومراه ما فيهاش شي راجل. كل ما كانوش يوصلوا هاد البنات لهاد الشيء باش يعودوا يتعلموا السرقه وحده ويعودوا يهزوا شي حاجه للناس ويعودوا يعتمدوا على شي حاجه يهزوها، بزاف الحوايج داروا ما كانوش غادي يديروهم. يكونوا لقاو الناس في صفهم مثلا وحنوا فيهم، والعائله والجيران والاحترام، بزاف ما يوصلوش هذا الشيء اللي وصلوا لهاد العائله. هاد العائله دمرات، وصلت شي حاجه اللي ما خصهاش توصلها، عاشت واحد المعيشه اللي ما خصهاش تعيشها، واخا صغار وصلوا واحد الحاجه في الحقيقه اللي ما خصهمش يوصلوها، ولاو هما كثرت الجوع وكثرت الحمام ما يشوفوش بنادم وكثرت راه بزاف الحوايج وصلوا. هذه هي القصه ديال هاد البنات من بعد ما هاد السنين اللي وصلت غياب ديال الاب ديالهم. حتى لواحد النهاريات مشى واحد السيد كان ساكن حداهم في الحومه، وكان تيدي هكا دوك البضائع ديالو تيديهم يبيعهم في السواق من سوق لسوق، حتى هو فقير وما عندوش وتيمشي في المعمر شي سوق تيمشي ليه تيدي داك. واحد النهاريات هو يجي عندها السيد شافو في داك السوق وما دواش معاه، تخبى وشافو حتى دخل عند واحد الحجام حسن راسو، وكان هو من باع داكشي اللي باع واللي ما باع رجع بحالاتو. جا عندها في الليل قال لها فلانه، قالت ليه نعم، قال لها بغيت نقول لك واحد الهضره، قالت ليه شنو هي؟ قال لها راجلك شفتو. تصور الانسان يقول لك واحد الانسان اللي غير 3 سنين بالله شافو تلف على القبله، فين شتيه؟ قال لها شفتو في البلاصه الفلانيه. قالت ليه لا يتخيل لك واقيلا هي تشابه لي. قال لها ما تشابه ليش، تنعرفو مزيان. قالت ليه ما عرفت. قالت ليه قال لها انا راه خفت منه، ولكن غنوريك البلاصه وغادي تمشي تسولي ولا غادي تلقايه تمايا، غادي تمشي عند الحجام، ولكن تيدوز نهار السوق يعمر نهار 3 ركبي وسيري. قالت لي ما عرفتش انايا ومريضه كيفاش بغيت ندير حتى نمشي لهاد السوق، وما عمرني مشيت لهاد الباديات وهذا الشيء ديال الجبال. ما قال لها عرفتي اش غادي ديري؟ غادي نركبوا انا وياك، انا غادي نمشي ندي السلعه ديالي وغادي نبعث لك الحجام وغادي تمشي تسولي الحجام اللي تيحسن عنده تيجلس عنده، حيت راه دخلت نشوف فيه. قال لها من اتساع بلا تيهضر معاه بدا تيعرف. مشات مسكينه تسلفات وتكلفات دوك الفلوس باش تمشي وركبات ومشات عند داك الحجام سولاتو ما تعرف واحد السيده قصتو قال لها اليوم ما غاديش يجي، ولكن هو راه خدام مع واحد القايد، خدامني في ديك الارض ديالو في ديك الحديقه ديالته، راه تيقاد داك الشيء تيصايب داك الجريده تاع داك القايد. غادي تطلعي مع الطواله وقلتي حتى العشيه راه الناس اللي غادي يطلعوا على الدوار وسيري طلعي مع شي حد. عيط له واحد السيد قال لي عرفت لك انت طالع من عند دار فلان. الراجل قال لي حتى هو ملي عاودت ليه القصه كيفاش واقع داك الراجل حتى خلى لها الاولاد وخلى لها هذا، تفاجئوا فيه. قال له ودي هو راه كاين مع واحد خويتنا كاينه هنايا خاسر لها الضرب حتى هي تدلح وهي دالحه وهي تبقى. قال له ولكن انا راه ما نقدش نديك للدار، غادي انا نسبق قدامك وغادي نهز حجره من نوصل حدا الدار في الجبل، والمراه مريضه كاع ما يطلع على الجبل بعدا كلها كتقول لي تنتشر العالم. منين نرمي لك الحجره حدا الدار عرفي راه هي هذيك سير تبقاي عليها وداز لك. قالت لك مني تم غادي بيا، قالت لك الجبل، قالت لك تيدينا، قالت لك والديور، قالت لك لاصقين، قالت لك كيف في الجبال، وانا قالت لك غاديه وانا غاديه وانا غاديه وانا غاديه. قالت لك ما قدرتش، قالت لك نمشي نطلع حتى تمايا. قالت لك اللي حتى وصل، قالت لك الدار بين، قالت لك معقل نزرع، قالت لك كيف شي حجر، قالت لك هو يرمي لي، قالت لك الحجره. مشيت قالت لك وانا نطرق على الدفه. قالت لك شكون اللي خرج ليا؟ اول ما دقيت هو اللي خرج عندي.
قالت لي حدو دار فيا ها شكون اللي وراك هنا؟ قالت لي ياك. خرجت قالت لك هذيك تابعه من وراه. قالت لك قالوا لي غير زيدي بعدا. دخلت قالت لك عندهم لقيت السيد جالس مع السيده وكاينه مع امها مرا كبيره، وجلست قالت لك عمري داك الكاس تاعي شربت. قلت لها لا ما حشمتي خليتي ليا ولادك 3 سنين هادي وانا تنقلب عليك. قال لي دور الهضره، انا جيت هنايا وانا طرا ليا وانا هادي سحرت ليا. اش من سحور واش من هادي سحرت ليا هادي دارت ليا تخلي ولادك تبقى تتمثل هاد الفيلم. المهم هي قالت لك انا بت مع ديك الشيبانيه وهو مشى مع السيده لبيتو. قلت قالت لك حتى الصباح قال لي غير سيري راني انا غادي دابا الصباح ان شاء الله غادي نجي. قالت لك لقيت هذيك السيده مكرصه على امها وتتزيد امها تتمشي تسعى وتياخذوا دوك الفلوس من عندك ديك المراه الكبيره. بدات قالت لك تتعاود ليا قالت لي هذيك راه بنت الحرام ومكرصه عليا وانا تنمشي نسعى في السوق ونسعى في الطريق ونجي تاخذ الفلوس وتتصرفهم هي وياه وعايشين تمايا وانا قاهريني. راه قالت لها حاجه ما تعطيوها ليا لا جي طرف الخبز كلتهم من الزنقه. راه هذيك هي فعايلها وهذيك هي حياتها. السيد مني ركبات الصباح وجات في حالتها قالت لي بغيت نمشي عند ولاتي جات في حالتها. جات جالسي 3 ايام جا ومنين كاع جا داك النهار اللي قال لها بغيت نجي جا بحال حتى شي حاجه ما طرات وما عطيش الاهميه لدوك الولاد اللي لقاهم في ديك الحاله وما عطاش. لا ماشي زعما شي واحد اللي جا نادم ولا جا زعما مثلا بغى يصايب شي حاجه خسرها ولا بحال حتى شي حاجه ما دارها بحال حتى شي حاجه ما كايناش بحال داكشي اللي دار ديك السنين اللي مشات هكا كاينه واللي تعذبوا في هذوك الولاد وديك المراه داكشي بحال حتى شي حاجه ما كاينه بحال زعما عادي داكشي عادي. وكاع مني جا ماشي شي مجيه زينه ولا حسوا بيه ولادو بان راه جا دار لهم شي حاجه اللي زينه ولا راه زعما بغى يعطيهم شي عاطف ولا شي حنان والو بحال جا بحال مشى هو فراسو بحال عادي عنده القضيه. وبقى تيمشي عند ديك السيده ديما تيمشي عندها حتى هي وتيجي للمدينه ولا تيمشي تيخدم في البريك هنايا في المدينه وتيعاود ثاني تيبات واحد اليومين في الدار مع الولاد القدام وعاود ثاني تيركب وتيمشي عند ديك السيده لدارها هنايا حتى ولاو عنده 2 الاولاد معاه. ولكن هذوك الاولاد ولدهم معاه ما عنده لا اوراق معاها لا والو ما داير لهم لا كارني لا والو غير هكا كاينه ما دار. ولا تيجي عند ديك السيده اللي مرتو يجلس ولا تيتشكى وتيتخاصم مع هذيك ثاني. هاد النوع ديال البشر. واحد النهاريات وهي تقول لي عرفتي اش دير سير صايب لولادك الحاله المدنيه وهكا الحاله المدنيه سير حط ولادك. ملي هي ولا تجي هذيك السيده اللي ولدت 2 ولاد ولا تتشكي تجي عندها نيت هي وتتشكي نيت هي به بان هذوك الولاد ما دايرين لهم لا اوراق لا والو. وهاد السيده هادي اللي طرا لها هاد الشيء اللي داز على هاد المحيليه ولادها تنشوف انا هذاك العطف اللي فيها وهذاك الحنان اللي فيها والله العظيم انا كنبقى تنشوف في الحقيقه ما عمرني شفت انا شي عندي يكون بحال هكا وديك اللطف موبايل ما عمرني محال غادي نعمرني نشوفو. ولا واحد النهار مرض لها واحد الولد في هذوك الولاد هذيك الاخرى جاب عندها الولد وجا هنا للسبيطار عندها اللي في المدينه وتيديو هذاك الولد للسبيطار وتيخليو لها هي واحد وتتغسل ليه وتتوكلو. وانا وحق الله كنت ندخل ديك اللحظه وتنبقي تنشوف الانسان كي داير. تتقول لي وتنقول لها سبحان الله شحال عطاك الله الصبر. تتقول لي هذا ما دار والو هذا مسكين ما دار حتى شي حاجه هذا غير مقدم بحالنا بحالو مقدم وتتوكلو وتشربو. وهذوك الولاد ديالو اللي ولد مع ديك المراه الاخرى ولاو تيلصقوا جي عند هذيك السيده ما تيبغيوش يمشيو معاهم تيبغيو يمشيو. وكانت تقول لي علاش تبي تمشي مع باك تيقول لها لا بغيت نجلسي معاك انت بغيت نجلسي هنايا وتتشدهم تيجلسوا سيمانه 15 يوم ديما جالسين عندها ديما تيجيو اللي حتى داك الولد برا من داك الفتق اللي كان فيه. بقيت دار السبيطار حتى ناس السبيطار خيط داروا لي داك فتحوا لي داك الفتق اللي فيه داك الشيء ولا تيمشي مشى بحال ولدت امه. وهذا الشيء اللي في هذه السيده من حنان واش كاين في الناس كاين في الناس باقي هذا الحنان كاين ولا ما كاينش. ولات هي اللي زيداتو وبقات تقول لي كل نهار واش انت كتبقى عايش في الحرام وتقول للولاد هي في الحرام سير طيح العقد على السيده وتزوج بها ودير اللازم الولاد في الحاله المدنيه. هي ولات تدافع على هذوك الولاد
وهي ولات تزيدو باش يطيح لها العقد، وفي نهار فاش بغا يطيح العقد جاو للدار عندها هي فين كاينه، وهي اللي وقفت معاهم تطيحوا العقد، وعاد مشى دار الدعوه في المحكمه، عاد حط الولاد اللي ولد مع هذيك بلا اوراق بلا والو، حطهم في الحاله المدنيه. وكون كانت شي وحده والله اعلم ما غاديش تعطي الحاله المدنيه كاع، وما غاديش يدخل هذا السواق كاع اللي هي تسببت لها في هذه المشاكل وفي هذا العذاب لولادها وليها، غادي تكون ساخطه عليها تقول تبر راسها. ولكن هذه السيده داك النقا اللي كان قلبها في العقانقي هي اللي كانت تخاف على دوك الولاد باش ما يتشردوش، باش ما حين قالت تقول لك هما راه ما داروا والو، غير بيتعدى عليهم، يبغيو يديروا حاجه يديروا لاكارت يبغيو خدمه ما يلقاوش، يبغيو يديروا، هي ولا تتهز على دوك الولاد الهم واخا ولاد هذيك السيده. ونهار قالت لك يكبروا خصهم يصايبوا وراقهم، خصهم يبقاو، قالت لك الا بقى هكا ما غاديش يدير لهم، الانسان اللي تيكبر ما غاديش ماشي ساهل عليه يصايب الوراق، اللهم بعد ذلك. ومني ولا كاع جا ولا ديك 100 درهم اللي كيعطيها في السيمانه، من السيمانه للسيمانه تيعطيها 100 درهم، وكتقول هي الحمد لله. شوف هاد القلعه اللي كاينه بدا بهاد السيده كتقول لك الحمد لله اللي تيعطي ديك 100 درهم وباقي حي يشوفوا فيه ولادو، ماشي مهم. قسما بالله يا ما عمر اللحم كانوا تيشريوه، ديما هي الخضره خضيره صافي، داكشي تيبقى عليها حيت هي راه ديجا بقات كتمشي للمارشي، ديك الخضيره اللي تتبقى تتجيبها وغير الخضره، ما كاين لا الفيمات لا حتى شي حاجه والو. العيد الكبير ما كانوش كيعيدوا، الا هو تيعيد مع ديك السيده الله اعلم، ولكن هما بعدا ما كانوش تيعيدوا، واخا كان في حياتهم في الاخر ما كاينش الاهتمام، ما كاينش. ولكن انا تنشوف هذيك المره سبحان الله العظيم كاع داك الاجراح وداك الظلم اللي دوز عليها، تنشوف سبحان الله العظيم داك التصرفات اللي كان تيتصرف معانا، اللي تتصرف بهم سبحان الله العظيم، اللي عطاها الله داك الصبر وعطاها الله داك سميتو. وهذوك الاولاد تسبب لهم بزاف في الظلم، دمر لهم حياتهم، دوك البنات دمر لهم حياتهم، وحين هاد البنات دمرهم هذاك باهم اللي ما خلاهمش يقراو ويكملوا القرايه ديالهم، دمرت لهم حياتهم بالمعنى الكلمه. والانسان حيت ما تيقراش ما تيكون عنده حتى شي مجال اللي يمشي معاه، حيت القرايه راه حاجه مهمه في الحياه. الانسان تيقرا بزاف الحوايج كاينين بالقرايه، ماشي غير الوظيفه، بزاف الحوايج بنادم تيعرف شنو بغا يدير، فين بغا يمشي، شنو غيفعل، شنو ماشي يسحب بنادم ما توظفش صافي. راه القرايه شي حاجه اللي خاصها تكون، خاص دوك الولاد يقراو، ولكن هذاك البات دمر لهم الحياه ديالهم. اما هذوك جوج بنات اللي هما زعما كبار شويه بقاو تيخدموا الخدامي عند الناس في الجنانات، في اي خدمه هكا تيركبوا يشدوا الاولاد الناس اللي غادي يمشيو للحمام ولا شي حاجه، المهم هكا خدمه مهمه، ماشي شي خدمه حتى الليل باش يجيبوا ديك اللقمه ديال العيش باش يعيشوا هما وامهم اللي مريضه في الدار. والبنت الصغيره ولات خدامه في المارشي بحال شي راجل، كتهز الصنادق على كتافها بحال الراجل، دير مع الرجال تيهز الصنادق، هي كتهز الصنادق باش يجيبوا ديك لقمه العيش باش يجمعوا عليها باش يعيشوا. ولا تتهز الكاميو، تركب مع الكاميو تتفرق، تتنزل الصنادق على دارها وتتفرقهم في الحوانت. وهاد البات ما جايب خبار، عايش الحياه ديالته وعايش داكشي اللي مشى ليه وهو بخير مع راسو. ولكن هاد البنات ظلموا بزاف، حتى وصلت هذيك البنت الكبيره 17 سنه تبعها واحد الشاب عجبها، قالت لي الا بغيتيني نجي خدمني من دارك. في الحقيقه مشى قال لمو، جاب مو جات للدار ديالتهم عندهم، ولكن ما عجبهاش الحال، حيت كتشوف الناس فقراء وفي دار كامله رايبه وعامره بالجيران وقابتين فيها وما غيبيت، ما بغاتش. قالت لي هذا ماشي جواج ما والو، اش بغيتي هاد الناس شوف كي دايرين فقراء وشوف حالتهم كي دايره. راه لك الولد تحدى امو في هذيك اللحظه وقال لها هذيك البنت هي اللي بغيت، لا غتقدر تصبر معايا وغادي انا هذيك هي اللي بغيت في حياتي. المهم بقى على امو، المهم جا طيح على هذيك البنت العقد وتزوج بها وداها لدارهم. العرس وديك شويه ديال الفرح اللي بيديروا ما دارتوش امها مشات عندهم، داك شويه اللي بيديروا داروا هو في دارهم، حيت هي راه ما كاين ما دير، ما عارفين ما يديروا، ما عندهم فين ما يديروا. هي هذيك السيد مشى يخدم وتيخليهم، هذيك السيده اللي تزوج بها ديك البنت تيخليها مع امو تدوز على المكار، حيت هي ما بغاش من الاول.
ديما المكرته تخبي الخبز، تخبي الماكله، تخبي كلشي، تضل في العذاب. دارت ليها بحال مثلا هي خطفات لها ولدها، بحال هي ما تستحقش هذاك الولد، بحال بزاف الحوايج عطاتها دوك السميات ديالهم. دوزات على العذاب، عيات ديك البنت، ولدات هذاك الولد اللي ولدت معاهم عيات. السيد كيمشي يخدم، هي كتبقى في تماره، تزود عليها كلشي، المعيار، اي حاجه، هي تهز داك الولد وهي تجي حالتها عند امها. ملي جات عند امها تبع هذاك السيد ما عندوش جهد باش يغادي، هو اللي عند امو حتى هي لا ما خصوش يتفرق معاها، خصو يبقى معاها، ما عندوش الحق باش يمشي يكري لمرتو ولا يدير لها ولا هذا. اضطروا باش غادي هما يتفرقوا، وغادي هو تعطيه الولد ديالو، تسامح الولد تعطيه ليه، تشدو ليه امو، حيت هي ما عندهاش اللي يشد ليها داك الولد، ما عندهاش اللي يعاونها عليه. الا شدات الولد خصها اللي يخدم لها عليه. تتقالت لك انا الا شديت الولد غادي نضيعوا، اللهم با يقريه ويدير، لان ما غاديش نقد عليه. خرجت مسكينه تتولى تمشي تدير الغيب في الحوانت. وهذه هي القصه ديال هذه البنت اللي ضاعت من قرايتها وضاعت من حياتها كلها، لا طفوله لا حتى شي حاجه ما شداتها. اما البنت الثانيه تزوجت حتى هي من دوك الصعوبات ديال داك التماره اللي كانت فيها وداك الشيء، حتى هي جاب لها الله واحد الولد تزوجت به. شويه ميسيرون عنده با، جاو خطبوها، جاو داوها حتى هي. ملي مشات باه هو اللي ما بغاش البنت، باه هو اللي ما بغاش هذيك العائله. بلا هذيك العائله بدات تتبان لهم بحال شي جرثومه، ما عندهمش البات اللي بيوقف وبيبان، تيبانو هما العيالات ما لايقينش، فقراء. ديك الدار رايبه، نص ديال ديك الدار بعدا اللي كان عاصيهم واحد الراجل ساكن فيها الكرة يراب، كان بدا ما كيتخلص من عندهم، كانوا ساكنين فيها غير مساكنين الفقراء، كلشي فقير. بقى تيقول لها انا يا بنتي حامله، غادي تعطيني هذاك الشيء اللي ولدتيه وتمشي بحالك لداركم. ناض هو شرا فيزا، ديك الفيزا باش صيفط ولدو لاوروبا 7 المليون، وبقى عليها هي. اش بغيتي تبقاي قاعده تديري؟ سيري لداركم، خلي لي الولد. هو الولد ولدها شاد فيه الجد، ما بغاش يعطيه ليها. الا بغيتي تجي تطلع على دارهم شي نهار، حيت راجل جلس في هذاك سميتو في اوروبا في الخارج، تيقول لها هي سيري بغيتي تطلعي على داركم، ولكن الولد ديال خليه. هو شاد في الولد، ما باش يطلقوا له، ما باش هذاك الولد يضيع، هذا الجد ديالو. بقى عليها ديما هكا ديما هكا ديما هكا، حتى واحد النهار هو يجي فاس قال لها عرفتي ولدي صيفط ليا الوكاله باش نطلقك، واللي جاتك شديها، ولكن الولد تخليه ليا، ما غاديش تقدي عليه. تفاهم زعما معاها. ايوا البنت معاه مغلوبه، ما عندهاش لا اب لا عم لا خال لا شي حد اللي يوقف، اضطرات فين غدي هذاك الولد. تشوفو تيعيش في دار جدو احسن من غادي تديه لدارهم. هزات راسها وخلات ليه الولد وخات براتها وجات في حالاتها. جات لدارهم حتى هي رجعت مسكينه تخدم في الديور وتخدم وتجي عند امها. اما البنت الصغيره فيهم اللي في المارشي خدامه فيه، جا بعدا المخزن ديك الدار رايبه، نهار فاش كانت التعويضات وداك الشيء، دخل المخزن لقى ديك الدار رايبه، عوض هذوك الجيران اللي كاينين كلهم، عطاهم واحد المبلغ ديال الفلوس باش يحيدهم ديك الدار، حيت صافي خصها تهبط. هزات امهم ديك الفلوس ومشات خرجات على المدينه، فين شرات واحد البلاصه فيها شي بيت لداك الشيء، ولكن بعيده. البنت بعاد عليها المارشي اللي كانت غادي تمشي بدات تخدم فيه، تبقى تخدم فيه بعاد، ما بقات ولات تمايا غير قاعده هنا حتى لواحد النهار من الايام ما عرفتش انا كي طرا لها داك الشيء، لقاوها مع شي دراري. شوف شنو داك الشيء داروا هذوك الدراري، تيسرقوا، شدت معاهم مشات للحبس. كون عرف هذاك القاضي داك الحكام اللي حكم على ديك البنت، وعرف هذيك السلسله منين دازت هذيك البنت، وداك العذاب اللي دازت فيه، وداك الشيء اللي عاشت فيه، وشنو السبب ديالها حتى ولات هكاك، ما غيحكمش عليها بديك القساوه. ولكن هي ديك الساعه قدام عيني تتبان ليه مع العصابه. اما امهم مسكينه مع كثرت هاد الظلم كله اللي كثر عليهم، وما كاين حتى شي حد اللي يوقف في جنبهم. الراجل اللي خصو يوقف في جنبهم واللي يكون مع ديك العائله، مشى دار عائله اخرى
واخا غادي تكرس على ديك العائله حتى هي راه ما لايقاش ليه الصراحه، ما لايق والو حتى حاجه هاد السيد. واحد النهاريات نعسات والصباح لقاو طرطق ليها شي عرق في الراس، ملي هزوها ما قادتش توقف، النص ديالها كله تشلل، داوها جلسات في السبيطار واحد السيمانه وتوفات. هاد المصير ديال هاد العائله هادي شكون اللي سببه من الاول؟ شكون اللي تسبب لهم في هاد الكوارث كلهم اللي دازوا عليهم؟ ما لقاو حتى الناس اللي تزوجوا بهم دوك البنات ما فيهم رحمه، تيشوفوا الناس هي الظهر. انت ساكن في دار ماشي هي هذيك وما عندك شي فراش، انت ما خدامش تكون معنا في الجمعيه، ما خدامش تكون معنا حنا تناسبوا معاك ولا حتى شي حاجه. الناس تتزوج باش العقل شنو اللي فيه، ماشي تيتزوج الانسان واحد هي لابس ودارهم لاباس عليهم وعندهم سمعانه وعندهم سمعانه. راه واخيلا هذاك الانسان اللي حكرتيه وتسببتي ليه في هذاك الهلاك وداك الطلاق راه واخيلا كان يكون حسن، ولكن ما حتى حد ما مد لهم المساعده، ما عمر شي حد مد عليهم. وهاد العائله ملي تردمات لهم همومات ضاعوا كتر ولاو عايشين واحد. دابا الا شتي البنت عندها مثلا شي 34 عام غادي تعطيها 60 عام في العمر ديالها، الا شتي الاخرى غادي تعطيها واحد العمر كبير، حيت عاشوا واحد الحياه هما اللي كاع ما عاشوها. واحد الايام اللي دوزوا في عمرهم هما كاع ما دوزوا داك العمر كامل. بنادم دوز غير تماره والعذاب والشقاء والخدمه عند الناس والجنانات وهنا وهنا، والعذاب الشديد هي ملي مات لهم اثرت عليهم اكثر من القياس. وهذه هي القصه، وهذا الشيء كلش اللي جابو، حيت حتى شي حد ما تيعاون شي حد، لا انا لا انت لا هذاك لا عائله لا جيران لا حتى شي حد ما تيحمي هذه الطبقه. هذه الطبقه تتبقى عايشه بحال عايشه في الغابه، اللي جا تيهجم عليها واللي جا تيضر بها، اللي حتى تتمشي في الضياع. اما كتبقى في الزنقه، كتبقى ضايعه في الزنقه، تنشوفوها تنقولوا مثلا شمكارين، حنا تنقولوا هاد الوصف، الناس تيقولوا اما شمكريه شوف اش تدير، اما شي واحد تيدخل الحبس تيغبر فيه كاع. وهذه هي حياه هاد الناس اللي تيكونوا هكا، اللي ما تيلقاو حتى شي حد اللي تيحن عليهم ولا يشد ليهم بيديهم. وحنا ما خصناش نكونوا هكا. والمدرسه راه شي حاجه مهمه، ما كاينش بحال المدرسه. المدرسه راه الانسان اللي تيقرا تيعرف شنو غايدير وفين بيحط رجليه. المدرسه هي الاساس ديال الحياه، والعائله هي الاساس ديال الحياه، والجيران حتى هما راه كيكون منهم واحد شويه ديال الحياه. ماشي مثلا نقابل ولادي راه ماشي مشكل الا كانوا ديك الساعه دوك الجيران تا هما تلمونها وداك الراجل، ماشي عيب. وحتى هاد العيال اللي تيكونوا الراجل مجوج وتتلاقى مع شي وحده تيكون عنده وليدات هو فاقر ما قاديز حتى دارو، ولكن هي تتمشي تتعاود دير معاه ثاني واحد العائله اخرى، كتولي مضيعه ديك العائله اللي شافتها بنادم هو اللي خدم عقله، تضيع ديك العائله اللي وتتشوف راسها وتضيع حتى العائله اللي غدير هي. ما غاديش حيت هو ما قادش، ما عنده شي خدمه صحيحه، ما عنده شي نفس، ما عنده شي قلب حنين، ما عنده حتى شي حاجه. مشطب من هذا الراجل كل شيء، هذا هي تاع الحبس، واخا هو مطلوق هي تاع الحبس.